بالفلوق الأخير قلت لكم الفلوق اللي حيجي اللي وراه حجاوب على كل أسئلتكم، بس خاص بس اللي بالفيسبوك، يعني بس الرسائل راح أجاوب عنها، يعني مو على التعليقات على اليوتيوب لأن هذه الحلقة كلش كبيرة لأن هواية أكو. ف تعليقات اللي جات تجيني على اليوتيوب جاي اجاوب عليها. كتابة هواي يقولون انت ليش تجاوب؟ يعني انسان عادي طبعا اجاوب، لان التعليقات تخصني، لا يسالوني عنهم اني لازم اجاوبهم. بس اللي جتني رسائل بهذا الفلوق راح اجاوب عنها، وخليت لكم المايك وربطته على اللابتوب ويدخله كارت الصوت حتى الصوت يطلع اوضح. روح لهذا المايك. اوكي، شفت التغير من السما للقاع لانه مايك استوديو وكارت الصوت فالصوت يطلع كلش واضح. المهم الاسئله اللي راح اجاوب عليها بس من البيج على الفيسبوك اللي هو البيج مالتي اللي من داخل تركيا، بس هذني راح اجاوب عليهن، لازم اجاوب عليهن. اما باليوتيوب جاي اجاوب عليهن كتابة. اول سؤال من نسمة حزن تقول حبيت اتعلم اللغة من عندك لان انت ما شاء الله عليك بالتركي، حاولت اتعلم كم كلمة، خاف من اجي اديح او يقفصون علي لان كل شي ما اعرف. صح طبعا كل واحد اول ما يطب تركيا ويمكن اي دولة مو بس تركيا، اذا كان بهاي الدولة يعني ما يعرف كل شيء فهواية حيخسر امور. هواية عالم حتضحك عليه، وخاصة بتركيا انه مع الاسف العراقيين هنا مع احترامي طبعا مو كلهم من يسمع طقات الاصبع بالمايك يطلع. المهم من يطب التركيا عراقي، العراقيين هنا اكو بيهم يعني مو كلهم يساعدوه، بس هواي يضحكون عليه بمبالغ بفلوس. مثلا اذا كان تركيا ما تحكي بدولار ابد كله بالليره، العراقيين حيقول له ها اجوا لك بيجي دولار، ها بيجي دولار، لا هوايه كذب، دير بالكم من هاي السالفه. طبعا اكو بيهم يعني قليلين مو كلهم العراقيين، اكو عراقيين لا صدق يساعدون، واكو عراقيين لا مع الاسف. فانصح الواحد قبل لا يجي عليك يا الله ويطب ويشيد غلط، خليه يرتب وضعه قبل ما يطب. تحياتي إليتش نسمة حزن. صار لك ايش قد تركيا؟ من ميرنا احمد. لا صار لي سنتين. من العراق عمري 15 سنة. هذا رعد الحمداني يقول انا من العراق عمري، طبعا الاملاء كلها غلط هو كاتبه تعلم عربي. المهم احاول اقراها. انا من العراق عمري 15 سنة اريد اسافر لتركيا سياحة وحدي، يعني شلون الوضع هناك ومعيشة والمكان المناسب بالليز شنو ما اعرف، اذا كنت تشوفني اكتب لي مرة ثانية جوا. علمني اكثر وانا متابعك على اليوتيوب. انا من العراق، ايش تنصحني اسافر سياحة وين اقعد سياحة؟ حبيبي تحياتي اليك رائد الحمداني. والله هو اكثر العراقيين، طبعا هي تركيا كلش كبيره وكلش حلوه، في العراقيين اكو مو بس العراقيين، هواي عالم ما يعرفون، بس اسطنبول انطاليا بورصه هذني الاماكن المعروفه، بس هواي اكو اماكن كلش حلوه. عندك منها طرابزون، اكو يمكن عندكم منها فتحيه، انا ذاك اليوم يلا عرفتها فتحيه، طبعا محافظه كلش حلوه. يعني هواي اكو اماكن، بس انا يعني اذا مرتب وضعك تجي شركه افضل لك، واذا يعني عندك صديق هنا هم افضل لك، لا تجي عليك يا الله لانه تتورط اعتقد او ينضحك عليك بين قوسين. وتحياتي لك. السلام عليكم اخويا كوتاهية، شلونها تصلح للسكن عائلة عراقية لو بيها عراقيين ومشاكل، ومن ناحية الدين شلونها خما بيها وجو؟ افتهمتك مصطفى محمد، تحياتي لك. يقول شلونها كوتاهية اللي أنا ساكن بيها، شلون الوضع بيها، شلون المعيشة، شلونها من ناحية الدين؟ كوتاهية هي محافظة صغيرة ونتبعد على أنقرة 4 ساعات ونص تقريبا، والطريق يعني حسب مرات 6 ساعات، بس على اسطنبول ثابتة 7 ساعات 6 ساعات ونص. كوتاهية كلش باردة كلش باردة. هسه انتو جاي تشوفوني اليوم ثلاثاء، والله متيه. اليوم ثلاثاء وهسه احنا عندنا مطر. هسه يلا طبعا بالعراق درجات الحراره 52، هسه احنا عندنا مطر وبارده، فكلش بارده كوتاهية. ومن ناحيه العيشه والله هي رخيصه، يعني كايجاراتها كالسكن يعني رخيصه، انا اشوفها كلش رخيصه. ومن ناحيه الدين كوتاهية شوف هي محافظه صغيرونه، الشرطه مسيطره عليها كلش مسيطر عليها. هسه عندك اسطنبول طبعا الشرطة ابد ما مسيطرة عليها ابد، لانه البيها شلون اقول لكم عدد يعني السكان كلش كبير،
فالشرطة ما تقدر تسيطر عليها بشكل كامل. هواية اكو اماكن بيها فساد، وهواية اكو اماكن ما يذكرون الدين باسطنبول. فاما كوتاهية لا، محافظة صغيرونة لملوم، عدد سكانها مو كلش هواية. الشرطة بيها محافظة على الوضع بيها، الدين بيها كل زين، جوامع بكل مكان، يذكرون الله، ويعني انا اشوفها مناسبة للعيش بين قوسين. يعني تحياتي لك احمد، والله انا بديت اجي تركيا واعيش هناك، شلون هالحياة هنا بتركيا؟ والله حبي بين قوسين حمودي ابو شاب، تركيا اللي ما عنده حوالي، يعني انا اقول لك صعب يعيش. هواية يقولوا لي اريد اشتغل هسه اجي اعيش بتركيا، فلوس الشغل تكفيني اعيش بتركيا، تكفيك بس عيش، يعني ما يبقى منها زايد ابد. لانه يعني تشتغل رواتب بالشهر 1000 ليرة، 1000 ليرة تطلع 3 ورقات، انت يكون ايجارك 400 ليرة، فواتير كلية 200 ليرة، يعني اكلك وعيشتك بس، يعني ماكو زايد تشتري ملابس او تسافر او تطلع او تضوج، وشغلهم مو ثابت، على غفلة يختلفون عليك الاتراك اختلافيين كلش الى درجة طبعا مو كليتهم. فانا انصحك يعني اذا ما عندك حوالة لا تجي ولا تفكر بيها. حوالة عسى ما تجيك بالشهر 200 دولار، المهم يجيك راس مال، يعني ما ثابت. زينب محمد تقول شلون اقدر اقدم على اليو ان، وين المكان بالضبط؟ طبعا تجيبين مستنسكاتك الكامله. المكان بانقره بشنكايه. تقدرين تنزلين بالاوتيجار، تعون على ذاك السايد اكو سيارات توديك القزلاي مجاني، ومن قزلاي اكو باصات، فالباصات شوي حيصير صعبه عليش لانه انت ما عندك لغه، فاخذي تاكسي، يعني اللي ما عنده لغه اخذي تاكسي قولي له شنكايه يعني قيد، او بس قولي له يعني قيد، واحد يدبك بالباب مال الامنيات، والباقي بعد هوايه اكو عرب، فمو شي صعب. انا قاصر واريد اسافر لتركيا، اقدم عمري 15 سنه. عمر والله حبي عمر، هاي السالفة أعرف بها أني، لازم يجي وياك أبوك أو أمك للمطار يوقع حتى تطلع من مطار بغداد، وتقدم على اليو ان. اي تقدم على اليو ان، وشغلتك أحسن من عندنا، احنا الشباب القاصرين شوية شغلتهم أحسن من عندنا، يطلعوهم بسرعة. السلام عليكم، عندي سؤال، أريد أجي تركيا على معيشة صعبة، أريد أقدم على اليو ان مفتوح، إذا اجيت وفلوس عندي 25 ورقة، كم شهر أقدر أعيش بيها؟ شغل زين لو لا؟ أمير الكرادي تحياتي لك ولأهل الكرادة مدينتي. والله 25 ورقة أنت احسبها، يعني تصرف في الشهر 3 ورقات، يعني من ناحية عيشة، ما أحكي لك عن ناحية تشتري ملابس، من ناحية السفر لا، من ناحية عيشة، هاي الباقي بعد أنت حسب صرفك. 25 ورقة احسبها بالشهر 3 ورقات وشوف ايش قد تكفيك. أما بالنسبة للشغل لا تعتمد على الشغل أبدا، إذا ما عندك حوالي قلت لا حد يجي، لأنه يعيش مو ما يعيش بس يشوف هالذلة، وهذا الشيء يعني حيأذيه وحيتندم لأن جت تركيا. وتركيا بيها الشغلة طبعا اللي يطبها، يعني قاعد بيها فترة وطلع رجع للعراق حيشتاق لها كلش، لأن تركيا ما أحسها بيها شيء جاذبية بالجو اللي بيها والمعيشة اللي بيها، صح صعبة بس حياتهم حلوة. أبي الغالي صعب فرقاك، الفيس هو اسمه طبعا. اخي الغالي شلونك؟ ان شاء الله مرتاح. عندي سؤال، انا اريد اجي تركيا واشتري شقه وسياره واسوي لي مشروع، مثل افتح محل تركيا، ايش تنطيني؟ ما تنطيني الاقامه بعد ايش قد يحق لي اقدم على الجنسيه التركيه؟ فهمت. يريد يشتري بيت ويريد يشتري سيارة، لأني اوكي الشقق هنا مو كلش غالية، احكي لك اياها بفلوسنا، يعني تقريبا 32 و35 مليون وحتى 28 مليون تقدر تشتري شقة. جاي احكي عن محافظة اني بيها كوتاهية، واحكي لكم عن محافظة اسكشهير وافيون وبلجيك واوشاك، هذني محافظات رخيصة تقدر تشتري بيها بهذا المبلغ 30 مليون عراقي. السيارات همينة اكو يعني حتى ب 20 ورقة اكو سيارات، فهم السيارات همينة مو غالية، يعني احكي لكم عن الموديل 97 و 96 ب 20 ورقة، 25 ورقة وب 30 ورقة. اما السيارات الضخمة الزينة ب 85 ورقة، ب 90 ورقة، هذه سيارات جدد. اما الاقامة تقدر اذا انت تريد تستقر هنا قدم على الاقامة السياحية حتى تقدر ترجع للعراق، يعني اذا الاقامة الانسانية اذا تاخذها راح تبقى ثابت بتركيا، ما تقدر لا تطلع ولا تطب، مثل اليو ان حتظل مرتبط بتركيا. بس الإقامة السياحية لا تقدر ترجع للعراق، وورا 5 سنين تقدر تقدم على الجنسية. أبي الغالي صعب فرقك، تحياتي لك. منتظرك أخوي، هذا لما تسألني بوقتها قلت له انتظر بفلول. السلام عليكم، أنت عايش بكوتاهية حبيبي بالزحمة، أريدك تفيدني، أنا قاعد بالكسير وحولوني كوتاهية بيها شغل، إيش قد السعر الإيجارات؟ حبي شغل بيها بس بقلة،
و ايش قد سعر الايجارات؟ يعني 600 وجوه، اكو ب 870 بس هاي شيء ضخم اكيد تمام راح تاخذه. من 600 وجوه، اكو ب 250 اكو ب 300 400 سنه، هذا القاعد لي 400 ليره، فيعني زينه مو غالي. اخي السلام عليكم، انا متابعينك، فيديوهاتك حلوه، شكرا لك اخي من ذوقك. من عندي كم استفسار اخي، اريد اني اسكن تركيا محافظة كوتاهية، شلونها؟ طبعا انا سويت دعاية الكوتاهية، كل العالم اللي يطبوا يريدون يجون الكوتاهية. يعني يشوفني اريد اجي الكوتاهية. اسعار الشقق قلت لك اسعار الشقق 400 و500 و600 وحتى ب 250 اكو. يعني هي زين اخي، يا هي احلى، هي لو العفو، يا هي احسن هي لو سامسون. لا انا اقول كوتاهية مو لانه انا قاعد بيها، لا بس عندي اصدقاء بسامسون. سامسون كبيرة، الشرطة اللي بداخلها ما مسيطرين كلش على الوضع، اشكال بيها من فساد وكثرة العرب هناك وكثرة المشاكل، وهواية سمعت مشاكل بسامسون، خاصة حوض سامسون العفو، ما انصح واحد يروح لها. السلام عليكم اخي، انا من متابعينك، بس حبيت استفسر من عندك حسب معلوماتك، اكو كارت مساعدة مالية او اي شيء من الزراعات بنك بكوتاهية؟ مراتب مال الهلال الاحمر، والله يحب هاي يعطوها المساعدات الهلال الاحمر اللي عنده 4 جهال وفوق، تاخذ من عندهم مساعدات. عندنا زينب تقول السلام عليكم اخي، بدي اسألك، أنا من الجزائر وأريد أن أتعلم اللغة التركية، سمعت أنه يوجد معهد في كوتاهية، حتى من الجزائر حيجون الكوتاهية. يعني أعرف أنه يوجد في بورصة أزمير أنقرة، لكن كوتاهية سمعت أنها أرخص شيء، طبعا أكيد سمعتي من عندي. كوتاهية أي بيها معهد تعليم اللغة التركية وبيها معهد تعليم اللغة الإنجليزي، بس إذا قدمتي علي وأن حطبين للمعهد التركي مجاني بلاش. اما تتعلمين اكو دورة تدخلين بيها هم اذا كنت على تعليم اللغة الانجليزية، فاعتقد يمكن بالسنة لو بالشهر 50 ليرة، 50 ليرة بالسنة لو بالشهر، بس اعتقد بالسنة. فاي موجودات الكوتاهية. السلام عليكم الناوي، استمر بفيديوهاتك، انا متابعتك، مريم من الكرادة، تحياتي لك، شكرا لك من ذوقك. أنا عمري 23 سنة وعندي طفل، إيش تنصحني أجي كوتاهية؟ والله يعني كيفكم إذا تسافروا، طبعا هذه تركيا مو مالتي، بس إذا تريدون كعيشة وهاي أنا أفضل كوتاهية، عندك أسكشهير، بلجك، أفيون، هذين المحافظات رخيصات وصغار، ويعني مو فشي بيها صعب. لما انت قدمت عليه وان ايش قالوا لك الدولة اللي قدمت عليها هي يقول من قدمت عليه وان على يا دولة قدمت على يا دولة قدمت وش قد وطوك واكو مساعدات لو لا؟ اولا ماكو اي مساعدات من اليو ان ابد، ماكو. انا اقول لكم من الالف عائله يعطون الاثنين، ما اعرف شلون هاي السالفه تحضر، واللي عنده 4 جهال وفوق يعني. اما لما قدمت على اليو ان اني شوفوا اليو ان حظ، ورا الحظ يجي القصة مالتك لازم تكون حقيقية وما تشذب ابد، لان اليو ان يعرف معلومات كلش هواية عنك، فايش قد ما راح تشذب راح يطلع الكذب مالتك، فحاول لا تشذب ابد، تحكي قصتك الحقيقية. ايش قد الطوني اني الصراحة سنة 2023 مقابلة، بس هذا تسجيل تلقائي من الحاسوب من اللابتوب مال الامنيات طبعا. يا دولة اختارت، انا مو بكيفي اختار يا دولة، هم يختاروا لي يا دولة، اكو امريكا اكو استراليا واكو بريطانيا، هن ذني اللي اعرفهن اني، يختارون هم بكيفهم حسب القصة مالتي. ومثلا اختاروا لي هم امريكا، اللي يحق لي انا اختار بكيفي بيا ولا يا اقعد، هذا اللي يحق لي، بس اللي اختار يعني بكيفي اني بس هذا، والباقي كله بكيفهم، هذا الشيء ابد ما اقدر اتدخل بيه اني ولا اقدر كل شيء اسوي. احمد الجبوري الناوي، انت ايش قد عمرك انت اسمك طه حسب ما اعرف، وشنو الناوي وين تسكن؟ بالعراق. حبي انا اسمي طه ضياء، والدي استشهد 2008، قبل لا يستشهد تقريبا 3 أو 4 سنين قام يصح لي الناوي مشت علي. لما استشهد والدي 2008 ما حبيت اني اروح اسم الناوي، خليته بالفيسبوك الناوي العمير، العالم قامت تصيح لي الناوي، فما حبيت انه هذا الشيء يروح لي سماليا ابويا الله يرحمه، فخليته الناوي. حتى القناة مالتي يوميات
الناوي. وين تسكن؟ بالعراق ببغداد بالكرادة. ايش قد عمرك؟ 21 سنة حبيبي أحمد الجبوري، تحياتي لك يا الغالي. طبعا أنا متابعينك على اليوتيوب، فيديوهاتك كلش حلوة، استمر حتى تصعد. شكرا إلك أخت مريانة محمد، شكرا إلك من ذوقك أكيد. حاول تطور القناة مالتك. وسؤالي يقول اليو ان همينة مفتوح مدى الحياة ام مسدود؟ هذا خوش سؤال طبعا كنت ناسي هسه ذكرته. اليو ان حسب ما عرفت هاي المعلومة 70% صحيح. اليو ان 2018 ينسد، يعني التسجيل مثلا انت جاي شوفني طبيت تركيا تريد تسجل، بعد ما يحق لك السجل اليو ان اللغة من تركيا، بس المقدمين على اليو ان قدماء يبقون لحد ما يطلعون، وبعد ماك واحد يسجل يو ان يعني طب تركيا بعد ما بيها يو ان خلاص. 2018 هسه احنا بشهر السابع، 7 و8 و9 وال10 وال11 وال12، يعني بعد 6 اشهر اليو ان حيلغي من تركيا، يعني بعد ماكو يو ان. احنا نبقى موجودين هنا لاجئين لحد ما نخلص، وهذا وبعد ماكو واحد تسجيل جديد. وما اريد اطول عليكم بالحلقه، حتى بالمونتاج متعني ما بها مونتاج، بس يعني ما ادي فد فيديوهات مقطعه، وهذا فيديو مستمر بس اعمد باليوتيوب ليتعبني. والاسئله المهمه ان شاء الله هم راح اجاوب عليها فتره، وهذا اللي قدرت اجاوب عليه. هوايه اكو اي سؤال عندك اجاوب عليه فيديو مثل ما اشوف، او اجاوبك عليه بكتابه، واجاوب كل احد وكل تعليقات اللي على اليوتيوب انا كلهن اشوفهن. قبل شويه بنيه قالت اني كتبت لي ما ادري شنو، كتبت لي فيديوهاتك حلوه ما ادري شنو، انهم انا كتبت لها شكرا ليش، قالت هاي شنو ما متوقع انت تجاوبني. لا اجاوبك عادي، انا انسان مثلي مثلك، ويعني ماكو شيء مختلف بيناتنا، ولازم اجاوبكم لان انتم جاي تقولي لي استمر ومبدع في هذا الشيء يخصني، لازم اجاوبك واتشكرك، ولازم اجاوبكم كليتكم. وهوايه حكيت ادري بروحي، وراح انهي الفلوق، ويا رب ان شاء الله اشوفكم بفيديو ثاني. وين شو وقت ما اعرف، بس ايام قليله وما راح اطول عليكم. اكيد لا تنسى الاشتراك واللايك يدعمني، حتى انا همينه افيدكم بالمعلومات اللي عندي وافيدكم السياحه ونسى اكيد طبعا. يلا نقولكم تصبحون على خير، الساعه 12:30. مع السلامه ضلوع.